في كل مرة تفتكر إن الحرب بين أمريكا والصين هديت يطلع دونالد ترامب يقول لك امسكوا البيبسي إحنا راجعين تاني. ترامب رجع يفتح النار على الصين من جديد بتصريحات شديدة ورسوم جمركية، وكأننا رجعنا لأيام الحرب التجارية اللي كانت شغالة وهو رئيس أمريكا. هو ترامب فعلا بيحارب الصين ولا بيحاول يكسب أصوات الأمريكان بأي طريقة قبل الانتخابات؟ القصة باختصار بدأت من سنين لما ترامب قرر إن الصين بتسرق الاقتصاد الأمريكي على حد وصفه، وإن المصانع الأمريكية بتقفل بسبب البضائع الصينية الرخيصة. قام عامل إيه؟ قالك هنفرض جمارك ضخمة على المنتجات الصينية. الصين تسكت؟ لأ، ردت قالت حبيبي ماشي وإحنا كمان. وفجأة العالم كله دخل في خناقة، رسوم على الحديد ورسوم على الإلكترونيات ورسوم على العربيات، لدرجة إنك ممكن تلاقي الموبايل في إيدك دخل في معركة سياسية وهو أصلا مش فاهم حاجة. المضحك بقى إن أمريكا والصين عاملين زي اتنين متخانقين بس عايشين في نفس البيت. أمريكا تقولك إحنا هنكسر الاقتصاد الصيني، في وقت المواطن الأمريكي فاتح أمازون بيشتري حاجات ميد إن شاينا. والصين تقولك احنا مش محتاجين امريكا، وبعدين نلاقي نص صادراتها رايحة لامريكا. لكن الحقيقة الموضوع اخطر من مجرد خناقة اقتصادية، لان الصين دلوقتي بقت منافس حقيقي لامريكا في كل حاجة تقريبا: الذكاء الاصطناعي، الرقائق الالكترونية، الفضاء، حتى السيارات الكهربائية. وأمريكا لأول مرة من سنين طويلة حاسة إن في حد ممكن ينافسها على لقب زعيم العالم. وعشان كده ترامب بيستخدم لغة قوية جدا ضد الصين، لأنه عارف إن الكلام ده هيكسبه شعبية داخل أمريكا، خصوصا وسط الناس اللي شايفة إن الصين خدت وظائفهم وصناعتهم. لكن في النهاية لا أمريكا تقدر تستغنى عن الصين ولا الصين تقدر تستغنى عن أمريكا. وده اللي مخلي شكل العلاقة بينهم غريب جدا، عاملين زي اتنين متطلقين بيقولوا لبعض احنا كارهين بعض بس عندهم حساب بنكي مشترك. قولي بقى يا صاحبي، انت مع أمريكا ولا الصين؟ ولا نحاول نصلح اللي ما بينهم عشان ما ندسش في الرجلين؟